يلا. شكرا لك أسامة. أيضا معي سيادة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ونقول لك ألف ألف مبروك الفوز، ولو أنه حزين مستوى هابط، قرفان، حاجة محبطة. مش ده فريق الزمالك، ومش دول اللي اتأيدوا السنة الجاية. أنا آسف، أنا ممكن أخسر مباراة بطالع بسلم على لعيبتي ومبسوط منهم لأنهم أدوا اللي عليهم. لا، ما حدش أدى اللي عليه نهائي. ده توفيق ربنا، وضربات جزاء دي لعبة حظ، كأنك بتلعب بالظبط قمار. كان في تسيب من اللاعبين، وكان في نوع من الاستهزاء بعصام الحضري في ركلات الجزاء. هو عصام الحضري أصلا سيبك من ضربة الجزاء، هو أصلا عصام الحضري اتشاط عليه ولا كورة طول 90 دقيقة واربع 3 دقايق ودي 96 دقيقة، مفيش ولا كورة. أنا ما شفتش خطة في الملعب بصراحة. أنا كبقى زملكاوي متفرج وعاشق، سيبك إن رئيس نادي، أنا بقول لك أنا قرفان من المستوى ده. مين اللي بيتحمل المسؤولية؟ الجهاز الفني كله واللعيبة اللي بص عايزة مستحقات بتاخد في ميعادها، أحسن معسكرات، أحسن فنادق، أسهل دوري ضيعوه، وكانوا هيضيعوا أسهل كاس. وادي دجله فريق محترم نازل وعايز كيف اسهل كاس؟ لانك انت الفرقه اللي لعبتها لعبت المحله وعديت وكسبت المحله، وبعدين لعبت الحرس الحدود، فريق برضو يعني متفرغ من لعيبته الكبار، واخد بالك. وعبد الحليم بسيوني برضو على قد امكانياته وصلك انه كان عايز ضربات جزاء، لولا في 3 4 دقائق الاخرانيين انت كسبت. النهارده وادي دجله نازل عارف هو بيعمل، يمكن كان ده يزعل الجهاز الفني بس ما يهمنيش، لكن انا راجل قاضي عادل. لا، وادي دجله لعب احسن من الزمالك.